صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في دنتال امكير، معاكم دكتور مهتاب علي. الفيديو ده هو الجزء الثاني من اوافق او لا اوافق، تعرف ايه عن اسنانك؟ agree or disagree. زي ما شفت في الجزء الاول وتابعوه، هتلاقوه هنا طالع لكم او هنا كده. دوسوا على الكلمة اللي هتلاقوها لاسم الفيديو، تعرف ايه عن اسنانك، وهتخشوا على الفيديو على طول بس بعد ما تخلصوا الفيديو ده. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، احنا هنرفع disagree بالاحمر، يعني لا اوافق على الحاجة اللي مش موافقين عليها، واجري يعني اوافق على الحاجه اللي موافقين عليها. اللي هي ايه الحاجه بقى؟ اللي هي افكار وكونسبتس كده بتبقى منتشره وعادات ما بين الناس، ونشوف اذا كانت هي فعلا صح ولا غلط طبيا وعلميا. اول حاجه عايزين نتكلم عنها هي انا بغسل اسناني بفرشه ناشفه، علشان الفرشه الناشفه والخشنه هتشيل احسن اي طبقه من البلاك بتتكون على الاسنان، وهتنضف كويس قوي. تفتكروا ده صح ولا غلط؟ disagree، لا اوافق. مش صح ابدا ان احنا نستخدم فرشه خشنه مهما كان علشان ننظف اسناننا بيها. الفرش تكون انواع، وصحيح الفرش منها الناعم والاخشن منها اللي هو بيبقى الميديم الوسط، وصحيح في فرش غالية وفرش مش غالية قوي، ومش هقدر اقول للجميع ان انت لازم تجيب الفرشة الاورال بي او الفرشة الجاية فلان اسم معين سنسوداين او وات ايفر الاسم، وتكون بالشيء الفلاني. وفي ناس اكيد مش هينفع ان هم كل 3 او حتى 6 شهور يغيروا الفرشة بتاعتهم بفرشة تانية غالية جدا. فبالتالي ممكن يضطروا يجيبوا فرشة اقل شوية، حاجة صيني كده. انا معاكم في كل ده، ولكن مهما كانت غالية مش غالية، ماركة معروفة، حاجة صيني، مهما كانت لازم تكون الفرشة مش خشنة. لازم ما تكونش خشنة ابدا. ما تجيبش ابدا فرشة هارد مكتوب عليها هارد، حتى لو كانت براند، حتى لو كانت ماركة ومكتوب عليها هارد، حتى لو كانت علامة تجارية معروفة مكتوب عليها هارد او خشنة، ما تجيبش ابدا الفرشة الخشنة. يا اما تكون ميديم وسط، يا اما ان هي بتكون ناعمة، والناعمة بقى هي اللي بيبقى ليها درجات. فالافضل لو انت او انتي مش عارف تستخدم ايه الفرشه المناسبه، يعني اللي تستخدمها بحيث انها تنظف كويس وتشيل طبقه البلاك بس ما تاذيش اللثه والاسنان، فيفضل استشاره طبيب الاسنان يحدد نوع الفرشه المناسب. طيب الحاجه التانية اللي عايزه اتكلم عنها طريقه غسل الاسنان اللي بتكون كده horizontally كده، تكون جايه من اليمين للشمال. الطريقه دي هل هي صح وبتشيل فعلا اكتر وبتنظف احسن ولا لا؟ خصوصا ناس كتير جدا بتقول انا ما بحسش ان انا بنظف سناني غير لما ابقى مشيت كده عليها. هل ده صح ولا غلط؟ disagree، لا اوافق، غلط. مش صح ابدا ان احنا نغسل اسناننا بالطريقه دي اللي هي رايحه جايه يمين وشمال. الصح ان الاسنان بتتغسل بطريقه دائريه، وبيبقى فوق في الصف الفوقاني من فوق لتحت، وفي الصف اللي تحت من تحت لفوق، وبتكون كمان الفرشه محطوطه بانجوليشن، يعني معوجه بعوجه معينه بزاويه معينه كده، علشان نحافظ على اللثه وما نضرهاش. وان شاء الله اعمل فيديو قريب عن الطريقة الصحيحة والسليمة لغسل الأسنان بالتفصيل، استنوه قريب إن شاء الله. تالت نقطة عايزة أتكلم عنها هي غسول الفم. ناس كتير جدا بتستخدم غسول الفم يا إما بطريقة شبه يومية أو يومية كروتين مع غسيل الأسنان، وساعات أكتر من مرة في اليوم. وفي ناس تانية بتستخدمه لما بتعاني من نزيف في اللثة أو التهابات من نفسها بدون اي استشاره لطبيب، او كانت استشارت قبل كده وبعدين لما رجع مثلا موضوع الالتهابات ده تاني استخدمته تاني من نفسها، او في حاله التسوس او حالات التهابات العصب. يا ترى ده صح ولا غلط؟ disagree، لا اوافق. مش من الصح ابدا ان احنا نستخدم غسول الفم حتى لو كان الدكتور وصفه لينا قبل كده من نفسنا، لان غسول الفم ليه انواع، وفي انواع منها ما ينفعش نستخدمها اكتر من مده معينه وبجرعه معينه. وان شاء الله استنوا الاسبوع الجاي اعمل لكم فيديو عن انواع غسول الفم او types of mouthwash،
واقول لكم ايه الانواع دي وامتى وازاي نستخدمها. لكن مش صح ولا اوافق على اننا نستخدم غسول الفم من نفسنا من غير استشاره، خاصه النوع المطهر او المضاد للالتهاب. وكمان انا ما بفضلش قوي ان الانواع التانية انها تستخدم بطريقه يوميه من غير ما يكون ليها داعي انها فعلا تستخدم. رابع نقطه عايزه اتكلم عنها هي سوري هي نقطة الأطفال. إن لما أنا كنت قلت في الجزء الأول من الفيديو ده إن لما بيحصل إن طفل بتسوس ليه سنة، الأم بتروح و يعني بتبقى عايزة تخلعها. مش الكل طبعا، بعض الأمهات بيبقوا عايزين يخلعوها، أو الأبهات يعني الآباء أو الأمهات بيبقوا عايزين يخلعوها وخلاص على إنها سنة لبنية وهيطلع تاني مكانها. وقلت إن الموضوع ده لا أوافق عليه وإنه غلط تماما. النقطة اللي أنا عايزة أقولها تعليقا على النقطة اللي قلتها المرة اللي فاتت دي، إن قلت في حالات بس هي اللي لازم نخلع فيها. طيب الحالات دي لما بنخلع هنعمل ايه؟ ما هو احنا ليه قلنا المفروض ما نخلعش؟ احنا المفروض ما نخلعش علشان المكان ده لو فضل فاضي، الاسنان اللي جنب المكان الفاضي ده بتبدا تتعوج وبتقفل المكان ده، والاسنان بالتالي بعد كده بتطلع معوجه، وده ممكن يؤدي لمشاكل كتير. يا اما الاسنان اللي دايما بتطلع معوجه جدا، يا اما ان السنه الدايمه اللي كانت المفروض تطلع اساسا مكان الفراغ ده ما بتطلعش، خصوصا لو الخلع كان بدري قوي عن ميعادها. فبنخش في قصص كبيره جدا. فعلشان ما يحصلش القصص دي كلها، احنا بنحاول نحافظ على السنه اللبنيه على قد ما نقدر لحد ما يجي ميعاد اللي هي تقع فيه لوحدها، او لو جه ميعادها يعني وما وقعتش وكان عندها مشكله نخلعها احنا لما بيكون خلاص قرب ميعاد السنه الدايمه يطلع. طيب لو اضطرينا ان احنا لازم نخلع ولسه بدري على ميعاد السنه الدايمه، المفروض والصح المفروض ان بيتحط حاجه كده زي دعامه اسمها سبيس مينتينر. هي حاجه بنحطها مكان الفراغ دي علشان نحافظ على المكان ده زي ما هو، والفراغ ده بنفس الابعاد بتاعته زي ما هو، علشان هو ده المكان اللي المفروض السنه الدايمه هتطلع فيه، فتقدر السنه الدايمه تلاقي المكان بتاعها موجود مستنيها تطلع فيه برصتها الصح زي ما هي. في ناس كتير بقى ما بيحبوش ان هم يركبوا الدعامة دي او المكان الفاضي ده. فهل ده صح ولا غلط؟ طبعا disagree، غلط جدا ان احنا لو اضطرينا وكان الحل الوحيد ان هو لعلاج السنه ان هي تتخلع في حاله سنه لبنيه، غلط ان احنا ما نركبش دعامه او سبيس مينتينر. مش عارفه ايه ترجمته بالعربي بالظبط، لو مش دي ترجمته هي مش دعامه، بس انا مش عارفه ايه ترجمته بالعربي بالظبط يعني. بس يعني غلط ان احنا نركب الاداه دي اللي بتحافظ على المكان الفاضي ده، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي هيحافظ على المكان ده عشان يطلع فيه السنه الدايمه. ان شاء الله اعمل لكم جزء ثالث من ما تعرف عن اسنانك، اوافق او لا اوافق. واتمنى اني اسمع منكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه الحاجات اللي انتم بتلاقوها تاني منتشره، ويا ترى انتوا شايفينها ايه صح ولا غلط، ايه الحاجات اللي ممكن تكونوا بتعملوها او سمعتوا عنها، ولو مش عارفين صح ولا غلط قولي لي عليها واقول لكم عنها ان شاء الله في الجزء الثالث من سلسله تعرف ايه عن اسنانك. وكمان تابعوا الجزء الاول من تعرف ايه عن اسنانك، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتركوا في القناه عشان تدعموني. وفي صندوق الوصف هتلاقوا لينكات صفحتي على الفيس وعلى انستجرام، تابعوها. اشوفكم الفيديو الجاي واتمنى لكم بسمة احلى. باي.